على كرسي الحكم الذي تحيطه حاشية السوء جلس فرعون، وقد جاءه موسى عليه السلام ليدعوه إلى الله عز وجل. وفي سياق حديثهما يطرح فرعون سؤالا وثقه الله في كتابه: وما رب العالمين؟ يجيب موسى مباشرة: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لحظة صمت. لم يجد فرعون في نفسه ردا، لم يستطع. يلتفت يمنة ويسرة ليخاطب حاشيته الذين يستمد منهم الطمأنينة والشرعية. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ثم يقول لهم موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين. فيعود فرعون إليهم متكئا على تصديقهم ويقول لهم: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ثم يريه موسى الآيات المعجزات لعله يؤمن. فيعود فرعون مجددا إلى حاشيته مخاطبا إياهم: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. موسى جاء بالحق المبين، واستمر فرعون بالمغالطة الواضحة والحديث المستمر إلى حاشيته وقومه الذين يهزون له رؤوسهم بالإيجاب والموافقة على كل شاردة وواردة، يدفعونه إلى المقدمة ويمضون بعده بلا بصيرة. فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد كما يقول الله، حتى يأتي يوم القيامة وهو في مقدمتهم كذلك كما يصف القرآن: يقدم قومه يوم القيامة، ولكن هذه المرة إلى مصير مختلف. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. هذه ليست قصة تاريخية للاستئناس. فرعون هو نموذج يتكرر في كل زمان ومكان. ليس شرطا أن يلبس تاجا، قد يلبس منصبا أو شهرة أو مال أو نفوذ. تراه يعشق التصفيق، يضيق بالنصيحة، يرى نفسه معيار الصواب، ومن خالفه فهو عدو. وبطبيعة الحال فرعون لا يعيش وحده، فلا يوجد طاغية بلا أتباع. يعيش في بيئة تعظمه حتى وإن استخف بها. هذه البيئة أشركها الله معه في المآل، لأنهم كانوا أحجارا في صرح الطغيان. يستخف بهم فرعون فيعظمونه، يأمرهم بالباطل فيطيعونه، يقول لهم: ما أريكم إلا ما أرى، فيوافقونه بسكوتهم واتباعهم. يقول: ما علمت لكم من إله غيري، فيتخذونه إلها، يقسمون به كما قال السحرة بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. وكما أن فرعون نموذج يتكرر، الملأ من حوله أيضا نموذج يتكرر. ملأ فرعون اليوم هم من يرسخون أثر القدوة الفاسدة ويمنحونها عمرا أطول. تراهم في شكل إعلام يزين الباطل، تراهم في شكل موظفين حول وزير أو مسؤول أو حتى مدير صغير يبررون فساده ويجملون أخطاءه وظلمه. تراهم في شكل جماهير تصفق لقدوات تافهة وسيئة. تراهم في شكل منشورات أو تغريدات أو قصائد وكتابات يصنعون من خلالها الهالة. يتخذ الواحد منا في حياته قدوات وعلامات يتبعها، فيكون إما نجوما يهتدي بهم إلى الله، أو سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، سراب يورده المهالك. وما زالت المجتمعات بخير ما سادت فيهم القدوة الحسنة، وما سود فيهم أهل الحكمة والإخلاص ذو الفكرة الصادقة والرأي السديد. لذلك السؤال هنا: من الذي سيقدمك يوم القيامة؟ السلام عليكم.